تخيل لو معاك 70 جنيه بس هتقدر تسوي الهوايل وتقضي يوم ممتع قوي في النيل وتروح فسحة مدتها 6 ساعات هتاخدك بآلة الزمن وترجعك للذكريات الجميلة بتاعت رحلات الجامعة والأعياد وشم النسيم. من الآخر هتقضي يومك في الأتوبيس النهري اللي تذكرته ب70 جنيه، هياخدك يوديك القناطر الخيرية في ساعتين وهيرجعك تاني في ساعتين ويسيبك هناك في القناطر ساعتين. بكده انت قعدت ال6 ساعات في رحلة ولا أروع، وهتبقى فرصة انك تشوف القناطر بجناينها وجمالها المبهر قوي، وفي طريقك هتشوف معالم مصر اللي مش هتشوفه الا من خلال المركب النيلي. وعلى ضمانتي لو رحت الرحله دي هتتبسط، يعني هتتبسط. تعال اقول لك ازاي. عايزك يوم الجمعه الصبح قبل الساعه 9 تكون في مرسى الاتوبيس النهري بالمظلات اللي هتروحه بمنتهى السهوله عن طريق مترو الخلفاوي، وممكن كمان لو معاك عربيتك هتقدر توصل له بالجي بي اس. ومجرد خروجك من محطه المترو هتبقى في شارع شبرا، وفي وشك على طول شارع دولتيان اخره هتلاقي كوبري تحيا مصر، وهتلاقي جنبك مرسى الاتوبيس النهري ودي اليافطه بتاعته. بمجرد نزولك المرسى هتلاقي استراحه على النيل بتقعد فيها لحد اكتمال عدد 50 شخص كحد ادنى عشان يبدا يتحرك الاتوبيس للقناطر، عشان كده ممكن تقعد شويه لحد اكتمال العدد. ونصيحتي ليك حاول تروح بدري وطول بالك شويتين. يلا بقى الحمد لله العدد اكتمل، نركب الاتوبيس النهري عشان نستمتع باكبر قدر ممكن في اليوم الجميل ده اللي بمجرد ما يتحرك في النيل هتحس انك انفصلت عن العالم، وهتبدأ تستمتع بحركة الأتوبيس النهري في المية وانت بتتمزج بجمال وروعة النيل بالخضرة والزرع. وطبعا هتعدي على معالم كتير جدا، بقولك هتشوف الطبيعة قدامك طول الرحلة، وبعد ساعتين من الجمال ده هتوصل القناطر اللي هتفرج على معالمها في ساعتين. هتتمشى وتشوف جناين القناطر وشلالات فرع رشيد. بس نصيحتي بعد ما توصل القناطر لازم تروح الشلالات اللي هناك، هتقول يا ربي على الجمال وهتسمع صوت هديل المية. وقبل انتهاء الساعتين لازم ترجع سريعا على الاتوبيس النهري عشان ياخدك من المظلات مرة تانية في رحلة نيلية ولا اروع، وهتبقى قضيت اجمل ويك اند في النهاية. لو جربت الفسحة دي اكتب لي في الكومنتات ايه رأيك فيها وتنصح اروح فين المرات الجاية. تيجي جنبي نقعد نتكلم نضيع وقت ونروح الفيلا، لان حاجاتنا اللي من الشله